الأب اللي ليه علاقة بربنا دايما أب ولود، وما يخافش لما يجي معاه كاهن واثنين وثلاثة وعشرة، لا ما يخافش أبدا، لأنه هو عنده روح أبوة قوي قوي. فتلاقي دايما بطنه تولد تطلع أولاد. فبعد أبونا البكر أبونا أرسانيوس، بطن أبونا كرولوس ولدت 3. الأولاني فيهم ربنا اداله نعمة الحكمة وقيادة ورزانة كده، أبونا رفائيل. والتاني ملاك أبونا أثناسيوس، والتالت شقي. فاحنا دلوقتي مع الأخ الأكبر الابن الثاني من المجموعة الثالثة على بعض. طبعا أنا بقول لكم ليه، لأن أبونا دلوقتي سمعنا فرحان قوي قوي، وقعد يتشفع قصاد المسيح يقول له عاوز 10، ومش هيرد له طلبة، هيبقوا 10 5 في 5 مرة واحدة. يعني أحلام، حد عارف؟ هو كان أبونا يقول أنا عاوز 1 زي ما كان بيحكي لنا أبونا أرسانيوس، وترسموا 3، فعايزين أكتر. فاحنا دلوقتي مع أبونا رفائيل الأخ الأكبر الابن الثاني في المجموعة الثالثة، عشان بعد كده هيبقى في مجاميع كتير يعني. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة يا أحبائي وبأمانة شديدة، يعني أنا لغاية دلوقتي ما وصلتش للاستيعاب الكامل إن أبونا سافر للسماء ومش معنا بالجسد. يعني لسه بتخيل إن هو ممكن يدخل علينا في أي وقت دلوقتي، أو هو حاضر معنا فعلا. في سفر العدد الإصحاح 6 يتكلم عن بركة الكهنوت. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه اللي هم الكهنوت قائلا هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. طول عمر أبونا كيرلس كان كلماته كده فيها بركة، يوزع بركات بكلمة، بنصيحة، بدعوة. ممكن تبقى في لطشة ألم أبوي حلو، ويمكن في كتير منكم جربوها الحكاية دي. في أبوة متدفقة طالعة منه، حتى لو ما لقاش كلام أهو بيبارك بإيده. الحقيقة أنا اتعلمت حاجات كتيرة من أبونا، ومن أكتر الحاجات اللي اتعلمتها فيه تقديره لسر الكهنوت وعمل الكاهن وأبوة الكاهن ومثالية الكاهن على قدر المستطاع. أنا هتكلم على الجنب ده لأن بقية الأمور الكتيرة فعلا محتاجة ساعات وأيام علشان نتكلم فيها. اللي منكم كان بيحضر عشية السبت كان يلاقي أول واحد يكون موجود فيها أبونا كيرلس. كان بيجي الساعة 5 ويبتدي مع المعلم وصلاة الغروب وصلاة النوم ويحضر العشية. والعشية حتى لو حضر فيها نفر ولا نفرين كان يعمل العشية ويوعظ ويكون محضر الوعظة ويفتح الكتاب المقدس. في يوم من الأيام بقول له يا أبونا يا سلام على طولة بالك يا أبونا، تقعد توعظ في 2 3 في العشية؟ يقول لي ما ده شغلنا. قلت له أصل أنا قعدت حتى قبل الكهنوت يعني كنت باجي أحضر في الكنيسة وفي العشية أبص ألاقي واخدم في العشية، أبص ألاقي عدد ما يتعدوش صوابع الإيد الواحدة. قلت له ده أنا كنت بحضر ويا سلام على صبرك يا أبونا. فشوفوا الاتضاع بتاعه وما يديش لنفسه كرامة وكده. يقول لي إذا كانت العشية جابت لنا واحد كاهن يبقى كويس نستمر، يمكن تجيب تاني. على طول بيدي للي قدامه كرامة، يشعر اللي قدامه إن هو له قيمة. أبونا كان دايما محب للتسبيح،
نلاقيه في العشيات، تسبحة يوم العشية الحد دايما يكون موجود فيها. لو في سهرة روحية هو اللي واقف يرابع، وهو اللي ماسك الدف، وهو اللي واقف قدام الإبصالمودية. يمكن البعض أو الكثير مننا ما شافوهوش وقت القداس، في وقفته على المذبح احنا شايفينه من ظهره، لكن وقفته على المذبح فعلا وقفة رجل صلاة، واقف قدام عرش النعمة، واقف وقفة كلها خشوع. قليل جدا من النادر أنه كان فتح عينه وقت القداس، إلا لو هيحط البخور، هيغير اللفافة للضرورة، لكن كل وقت القداس كان يبقى عينه مغمضة. أيام أسبوع الآلام أنا بتكلم مقتطفات على شفته من ناحية خدمة الكهنوتية بتاعته. أيام أسبوع الآلام كان برضو أول واحد يحضر البسخات وآخر واحد يمشي. يوم خميس العهد انتوا عارفين بيبقى الصلوات طويلة ازاي، والجمعة العظيمة وسهرة أبو غلمسيس بالليل، وكلنا نروح نريح. وبعدين بتصادف اجي كده ابص الاقيه موجود في الكنيسة. فين ابونا كيرلس؟ في الكنيسة. ادور عليه ابص الاقيه في الهيكل جنب ايقونة الدفنة بيصلي المزامير 150 كلهم. اسلم عليه يروح يديني المزمور، وهو مزمور وانا مزمور، ويقرا انجيل يوحنا بالكامل في يوميها بالليل. وكلنا مين بيبقى فيه طاقة ان هو يجي على ده، بس هو رغم ان هو المتقدم عننا في السن تلاقيه دايما اول واحد في الصلوات الكنسية، ويحفظ الطقس الكنسي بمنتهى التوقير وبمنتهى الاحترام. لو اتكلمنا عن جهاده في الافتقاد، في صلوات تبريك المنازل، في الأناديل اللي كان بيعملها في الصيامات، مش هنخلص. افتكر مرة يعني كان دايما في الصوم الكبير بيبقى في ضغط كتير، عايزين أناديل، وكنا متفقين ان يبقى الأناديل فيها صلوات مختصرة. فافتكر مرة لا أبونا فين؟ أبونا راح يعمل أنديل عند فلان. يا أبونا أنت تعبان وكده. لا أصله فلان ده يعني قصدني في الأنديل وكده. يا أبونا طب ما واحد مننا طلع عمل الأنديل ده. قال لا أصله هو ده عايز الصلوات كاملة. فبعد ما أبونا راح عمل الأنديل، الأخ ده راح لأبونا كيرلس قال له عايزك تجي لي وتصلي لي الأنديل كامل. قال له حاضر. قال له حاضر، وراح له بيحاول يرضي كل الناس حتى لو كان على تعبه. يمكن كنا بنلاحظ لما يجي في القبلة الكهنوتية لما بنسلم على بعض ككهنة، الواحد بيسلم اهو بيمد ايديه الاثنين وبيسلم على الاب الكاهن. ابونا كيرلس كان ينحني انحناء كانه بيعمل مطانيه لما يجي يسلم على اي كاهن، حتى لو كان الكاهن ده لسه مرسوم امبارح. في منتهى الاتضاع، يوقر الكهنوت ويحترم الكهنوت جدا، رغم ان هو يعني اب، مش هقول لكهنه، اب لرهبان ولاساقفه، ولكن هو الحته الاتضاع وانكار الذات دي فيه ما كانتش يعني الا هي البصمه الاساسيه فيه. طبعا في أي ضيقة، في أي مشكلة، في أي احتياج كان يقول نصلي، نصوم، نعمل قداسات. أفتكر في فترة من الفترات كان في مشكلة كبيرة وضيقة وشغل أبونا وتعبان ومش عارفين نطلعه منها، ليل نهار بيفكر فيها. وطبعا الحاجات دي كانت كتيرة بتعدي على أبونا. خطرت على بالي فكرة مرة كده الساعة 4-5 كده، قلت له يا أبونا قدسك فين؟ قال لي أنا في المكان. قلت له أنا رايح الدير. أنا كان في ذهني لو هيروح أروح معاه، أخده معايا، لو مش هيروح خلاص هقعد. قلت له تيجي معايا الدير؟ قال لي قوي قوي. وبصيت لقيته ركب جنبي، وطول السكة ماسك الأجبية والمزامير، ما فيش دردشة في السكة. ووصلنا الدير في دير مريمينا، وتعمدت عند مزار البابا كيرلس أسيبه لوحده. سبته ساعة كده شوية، وبعد كده رجع
وروحنا، وكأن المشكلة دي غمة وانزاحت. عمل ايه ابونا كيرلس؟ سلمها لربنا، اتشفع بحبيبه البابا كيرلس، وخلاص الموضوع خلاص انتهى. وعاد ابونا كيرلس للهدوء والسلام والطمأنينة اللي كان فيها. الحقيقة يا أحبائي احنا عرفنا عن ابونا حاجات، ولكن اعتقد الايام اللي جاية هتكشف لنا حاجات وحاجات في شخصيته اللي كان فيها اسرار كتيرة، وكان فيها تقوى وفيها قداسة. يمكن في أشية الإنجيل أبونا بيصلي بيقول فلنستحق أن نسمع ونعمل. احنا رأينا مش سمعنا، احنا رأينا بعيوننا ازاي رجل الله بيسير في الحياة، ازاي بيسير في الحياة بتقشف، بنسك، بأقل القليل. شفنا، وياريت يا أحبائي كل واحد شاف جانب حلو من الجوانب الكتيرة اللي في أبونا كيرلس، ياخد الجانب ده ويطبقه ويعيش بيه، يبقى كده سيرة أبونا إنجيل معاش فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الآبدين، آمين.